السلام عليكم متابعينا الكرام. تخطط مدينة الدار البيضاء القلب الاقتصادي النابض للمغرب وأكبر مدنه لإطلاق مشروع طموح يتمثل في حافلات سياحية حديثة من الجيل الجديد استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. هذه الخطوة التي طال انتظارها تأتي لتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية وتلبية تطلعات سكانها وزوارها على حد سواء. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على استعدادات الدار البيضاء لتعزيز بنيتها السياحية بحافلات جديدة استعدادا لكأس إفريقيا والمونديال. لكن قبل ذلك ندعوكم لدعم قناتنا بالاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. الدار البيضاء في قلب الاستعدادات للكان وللمونديال. مع الإعلان عن استضافة المغرب لمونديال 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، أصبحت الدار البيضاء محوراً رئيسياً في خطط الاستضافة. فهي ليست فقط مدينة رياضية واقتصادية بامتياز، بل أيضاً بوابة سياحية وثقافية إلى المغرب. وتعد البوابة الأكبر للمغرب إلى العالم بفضل مطار محمد الخامس الدولي الذي يعد الأكبر في المغرب، وشبكة طرقها الحديثة ومرافق فندقية من الطراز العالي، مما يجعلها نقطة استقبال رئيسية للمشجعين ومركزا رئيسيا لفعاليات المونديال بالمغرب. وستكون الحافلات السياحية الحديثة إحدى العلامات البارزة في هذه الاستعدادات، إذ تهدف إلى تسهيل تنقل المشجعين والسياح بين مختلف المعالم السياحية والملاعب، ويعد هذا المشروع بالدار البيضاء خطوة نحو مستقبل مشرق. حيث لطالما كانت فكرة إدخال حافلات سياحية حديثة في مدينة بحجم الدار البيضاء ضرورة ملحة، حيث أن الدار البيضاء تعتبر القلب النابض للاقتصاد المغربي، ومن أبرز المدن التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية استعدادا لاستضافة أحداث رياضية كبرى، خصوصا كأس العالم 2030. فمن غير المقبول أن تبقى هذه المدينة التي تعد الوجهة الأولى للأعمال والسياحة في المغرب بلا منظومة نقل سياحي متطورة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. هذا المشروع الذي تم الكشف عنه يعد بمثابة رسالة ترحيب للعالم بأسره، سواء خلال المونديال أو بعده. حيث من المنتظر أن ينجز المشروع بفضل تعاون مشترك بين مجلس جهة الدار البيضاء سطات والشركة الوطنية للسياحة، إلى جانب شركاء بارزين آخرين. يهدف هذا التعاون إلى توفير خدمات نقل سياحي متكاملة تليق بمكانة المدينة وتستجيب للطلب المتزايد خلال الفعاليات الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، حيث ستلعب هذه الحافلات السياحية الحديثة دورا محوريا في هذه الرؤية، كما أن هذا النوع من الحافلات أصبحت ضرورية لمدينة الدار البيضاء. لماذا تحتاج الدار البيضاء لهذه الحافلات السياحية؟ لأن مدينة الدار البيضاء رغم أنها هي العاصمة الاقتصادية للمغرب وأهم مركز اقتصادي ومالي في المغرب، إلا أنها تعد وجهة سياحية غنية بالتنوع، منفتحة على العالم وتجمع بنجاح بين الأصالة والحداثة. من أبرز معالمها مسجد الحسن الثاني، أحد أكبر المساجد في العالم، وكورنيش عين الذئاب الذي يقدم تجربة ساحلية فريدة، إلى جانب المدينة القديمة بأسواقها التقليدية وأزقتها الضيقة التي تعكس روح التاريخ المغربي، حيث سيتيح أسطول الحافلات الجديدة للسياح فرصة استكشاف هذه المعالم بسهولة وراحة. هذه الحافلات في أشهر المدن السياحية في العالم تعد الخيار الأول لدى الكثير من السياح للقيام بجولة ممتعة حول أشهر المعالم السياحية،
وتمنح رؤية بانورامية للمدينة لا مثيل لها، والاستمتاع بأجوائها الساحرة. وتتضمن هذه الحافلات أنظمة توجيه صوتية متعددة اللغات، وخدمات إنترنت مجانية، ومقاعد مريحة، وهي ذات طابقين: الطابق العلوي بغطاء مكشوف، وقد يكون بغطاء قابل للطي مثل حافلات السياحة بلندن، ما سيجعلها في الدار البيضاء خلال كأس إفريقيا والمونديال مثالية للمشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم. هذا المشروع سيسهم أيضا في إبراز التراث المعماري للمدينة وتقديم تجربة فريدة للمسافرين. ولن تقتصر الفوائد على الجانب السياحي فقط، بل ستساهم هذه الحافلات في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة. كما ستعزز من مكانة الدار البيضاء كمدينة حديثة ومستدامة قادرة على المنافسة مع كبرى المدن العالمية. وفي إطار سعي الدار البيضاء لمواكبة المدن المغربية الأخرى في هذا المجال، يذكر أن مدن طنجة ومراكش قد سبقتا في اعتماد الحافلات السياحية، حيث تعتبر هذه الخدمة عنصرا رئيسيا في الجذب السياحي. حيث يشهد نشاط هذه الحافلات السياحية بمدينة طنجة ازدهارا كبيرا خصوصا في فصل الصيف، بفضل الإقبال الكبير على خدماتها من طرف السياح المغاربة والأجانب. حيث تقوم هذه الحافلات بجولات يومية إلى مختلف المدارات السياحية بمدينة طنجة، عبر خطين ينطلقان من ساحة 9 أبريل التاريخية في اتجاه كل من منطقة كاب سبارتيل وكاب مالاباط المنار، مرورا عبر العديد من فضاءات طبيعية وثقافية وتجارية. بينما تقدم حافلات مراكش السياحية تجربة فريدة بفضل جولات بأفضل الأماكن بالمدينة، تشمل ساحة جمع الفناء التي تنفرد بها المدينة الحمراء، بالإضافة إلى الأسواق الشهيرة والمساجد والحدائق التاريخية مثل حدائق ماجوريل. ويأتي مشروع الحافلات السياحية بالدار البيضاء ضمن خطة كبيرة لتطوير البنية التحتية للنقل في المدينة. وكانت الدار البيضاء قد أطلقت سابقا خدمات حافلات عالية الجودة الباسواي، كما ستشهد المدينة العمل على مشروع القطار الجهوي السريع RER الذي سيعزز من شبكة النقل العمومي. وختاما أصدقائي، مع هذه المشاريع الطموحة تسعى الدار البيضاء إلى ترك إرث دائم يتجاوز فترة استضافة المونديال، لتصبح نموذجا للمدن الحديثة والمتطورة في إفريقيا، جاهزة لاستقبال الفعاليات الكبرى وتحقيق تجربة لا تنسى لكل زائر. أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، كما أطلب منكم مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات.